السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير، احوالكم طيبة، وليداتكم، عائلاتكم وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو هذا. اول حاجة نبداو بها هي الصلاة على النبي. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. كيف ما كتشاهدوا معايا الفيديو ديال اليوم غادي نقدم لكم فيه الطريقة ديال الشباكية اللي كتجي هشيشة وكتجي معلكة ورائعة والمذاق اروع. كيف ما كتشاهدوا معايا كيفاش كتجي. بالنسبه لاول مره كتشوف الفيديو ديالي ما تنسيش الضغط على زر الاشتراك وتفعلي الجرس هكا باش يبقى يوصلك كل جديد. وغادي نقدم لكم معها الطريقه ديال التشباك اللي هي طريقه سهله وبسيطه، يعني غادي تنفعكم وخصوصا المبتدئات حتى هما غتجيهم الطريقه سهله. بسم الله على بركه الله. هنايا غنبداو في المكونات. هنا غادي نحتاجو ل6 كؤوس العبار بكاس العنبه ديال الدقيق. هنا راني غربلتهم من قبل. هنا عندي المسكه الحره، هنا عندي الخل، هنا الماء دافئ لجمع العجين، هنا عندي نصف كاس ديال الزيت، نصف كاس ديال الزبده مذابه، وعندي هنايا نصف كاس ديال ماء الزهر اللي ضفت فيه شويه ديال الزعفران شعره. هنا عندي شويه ديال الملحه، هنا نص ساشي ديال الخماره، معلقه صغيره ديال القرفه، معلقه كبيره ديال النافع وحبه حلاوه، معلقه كبيره من نافع ومن حبه حلاوه كي قلت لكم. هنا عندي صفر بيضه، هنا عندي كاس لاروب ديال الزنجلان مطحون، هنا عندي كاس لاروب ديال اللوز مطحون بالقشور ديالو، وهنا بلا ما نحمروهم. بالنسبه للزنجلان واللوز ما نحتاجوش اننا نحمروهم، غادي نطحنوهم فقط. ودابا غادي نحتاج الخلاط. هنا غندير المكونات ديالي في الخلاط. هنا ضفت النافع وحبه حلاوه، ملعقه كبيره، يعني المجموع هو 2 معالق، يعني ملعقه كبيره من نافع وملعقه كبيره من حبه حلاوه. نعاود معكم ملعقه صغيره ديال القرفه، هنا نص ملعقه صغيره ديال الملح اولا القليل من الملح، هنايا نص كاس ديال الماء الزهر اللي ضفت ليه الزعفران شعره، نص كاس ديال الزيت، نص كاس ديال الزبده، وغادي نضيف صفر بيضه. بالنسبه للساشيت الخماره غنخليها حتى نضيفها مع الدقيق. هنا غنضيف اللوز اللي سبق لي وطحنته بالقشور ديالو كيف ما قلت لكم، يعني اللوز عادي ما نحتاجو لا نحمروه لا نسلقوه لا حتى شي حاجه. كذلك بالنسبه للزنجلان، يعني ما محمر ما حتى شي حاجه. هنا غنضيف ملعقه ديال الخل، ملعقه كبيره ديال الخل. هنا غناخذ المسكه الحره وغادي ندقها، يعني طحنوها تقريبا غنحتاجو ل3 الحبات حتى ل4 الحبات ديال المسكه الحره، هما اللي غادي نضيفوهم للخليط. صافي غنضيف القليل منهم وغادي نوضع الكل فوق الخلاط حتى ينسجموا ليا المكونات مزيان، وحتى داك اللوز والزنجلان يطحنوا ليا مازال مزيان وينسجموا مع الخليط. وهنا باش نعاونوا الخليط انه يتطحن مزيان غادي نضيف ليه كاس ديال الماء دافئ، ما يكونش سخون بزاف، صافي حتى يولي الخليط ديالنا على هذا الشكل هذا. صافي دابا غنبداو نضيفو في الدقيق وغنضيفو داك الساشي ديال الخماره. بالنسبه للدقيق هنا درت 6 الكؤوس ديال الدقيق العبار بكاس العنبه اللي سبق ليا وغربلتهم. هذه هي نصف ساشي ديال الخماره، عفوا ماشي الساشي كامله، هي نصف الكميه ديالها، يعني تقريبا 3 غرام ونص.
الا كانت الساشيه ديال 7 غرام غنستعملوا النصف ديالها اللي هو 3 الغرامات ونصف. صافي، وكنجمعوا الخليط ديالنا بالاستعانه بالماء الدافئ. بالنسبه للعجين نخليوها قاصحه باش هكا ما تعذبكمش ملي تكونوا كتشبكوا فيها. يعني العجين خليوها قاصحه ما امكن. صافي كدلكوها هي واحد شويه، كديوها وتجيبوها هكا باش ينسجموا لينا المكونات. صافي، وكنخليوها ترتاح تقريبا واحد نصف ساعه. كيف ما لاحظتوا معايا غطيتها بالبلاستيك وخليتها ترتاح واحد نصف ساعه. ودابا غادي نقطعوها كيف ما لاحظتوا معايا، قطعتها يعني على شكل كويرات، وكل كويره كيف ما غتلاحظوا يعني كنحاول انني نورقها على هذا الشكل هذا. صافي حتى نكمل الكميه كامله ونديرهم في البلاستيك. صافي، ونبدا نخدم. يعني من اول كره خدمتها صافي كنبدا كنطلق هكا. انا بالنسبه لي ما غاديش نستعمل الجراره، غادي نستعمل هاد الطابع هذا اللي متوفر عندي فيه الكبير والصغير، غنستعمل الصغير. صافي، بالنسبه لهاد الزوائد هذه نحاولوا اننا نجمعوا على هذا الشكل هذا بحال العجينه ديال الصابلي. صافي كنطويو على هذا الشكل هذا، وحتى هي كنطلقوها بنفس الشكل ديال الكويرات الاولى. صافي، دابا غادي نبدا نشبك فيها. كيف ما تلاحظوا معايا طريقه سهله سهله بزاف. هنا بالنسبه لكانت عندك الجراره غادي تقريبا غديروا 4 ديال الخطوط في الوسط ديال هاد الشباكيه هذه. بالنسبه لهاد 4 الخطوط هادو كيف ما غتلاحظوا غناخذوا هذا الطرف الاول ونخليو الطرف الثاني، وناخذوا الطرف الثالث ونخليو الطرف الرابع، وناخذوا الخامس، ونجمعوا هاد القنيسات هادو اللي غيبقاو لينا ونقلبوها. صافي، هذا هو الشكل ديالها. كتجي ساهله 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 بزاف. غادي نعاود معكم مازال. كناخذوا الاولى ونخليو الثانيه، نعاودوا ناخذوا الثالثه ونخليو الرابعه، وناخذوا الخامسه. صافي، وكنجمعوا نقرصوا على هذا الشكل هذا ونقلبها. غنخليكم مع الفيديو. هنا بالنسبه للزوائد اللي كيتبقاو لينا حتى هما كنطلقوهم على هذا الشكل هذا باش نقادوهم. صافي، ونديروهم في بلاستيكه يرتاحوا واحد شويه ونكملوا الخدمه بهم. هنا من بعد ما شكلت العجين ديالي كامله تحصلت على هاد الكميه هذه اللي هي كميه لا باس بها. صافي، دابا غندوزو باش نقليو هاد الشباكيه هذه. هنا غنحتاج جوج ديال لي كاسرول، وحده غندير فيها الزيت وحده غادي ندير فيها العسل. هنا غناخذ واحد الطريف ديال الشباكيه اللي غنتيستيو بها الزيت ديالنا واش سخن ولا مازال. صافي، غنبدا نرمي في الشباكيه ديالي. هنا بالنسبه للعسل، الا كان عندكم العسل يعني القوام ديالو ثقيل يعني حاولوا انكم تسخنوه. الا كان القوام ديالو شويه خفيف، انا هنايا عندي القوام ديالو خفيف حيت حضرته في البيت، يعني ما شريتوش، انا حضرته يعني بوحدي يعني في البيت. هنا ما سخنته ما حتى شي حاجه. صافي، وهنايا غادي نقليو الكميه ديالنا كامله، ومن بعد غادي نطفيوهم في العسل. صافي حتى نكملوا الكميه كامله.
وهذه هي النتيجه ديالي ديال الشباكيه كيف ما كتشاهدوا معايا. من بعد ما درت عليها شويه ديال الزنجلان محمر اللي سبق لي وحمرته. كنتمنى الفيديو ديالي ديال نهار اليوم يعجبكم. لاول مره تشوف القناه ديالي ما تنساش الضغط على زر الاشتراك وفعل الجرس هكا باش يبقى يوصلك كل جديد. وواحد الطريقه باش تحافظوا على هاد الشباكيه هذه، حاولوا انكم يعني السطيله او هكا السوبيره اللي غادي ديروا فيها الشباكيه ديالكم، حاولوا انكم تقلبوها على الوجه ديالها باش هكا داك العسل كيهبط للوجه. وملي كتبغيو تاخذوا من كتاخذوا بحال هكا الشباكيه كينزل عليها داك العسل، يعني باش ما تلقاوش داك العسل هابط يعني القاع ديالها، خليوها هكا مقلوبه. يعني هاد الحيله هذه غتنفعكم. واستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، الى فيديو جديد ان شاء الله.